السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلي على حبيب قلبنا يطيب. النهارده بقى عامله لكم صينيه مكرونه بالبشاميل فظيعه. بصوا يعني حاجه كده من الاخر، يعني زي ما بيقولوا. ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم، جميله وسهله، ومش هعمل جنبها حاجه النهارده غير بشاميل بس هيطلع جميل ولذيذ وحلو. طبعا انا عندي اكل من امبارح، فطبعا ايه هكمل عليه البشاميل، فقلت اعمله معاكم. فتابعوني بقى وهيبقى احلى بشاميل. يلا بينا. وما تنسوش بقى الاشتراك وفعلوا الجرس وشيروا على قد ما تقدروا. لايك 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 لمين؟ لتيتا حبيبتي. حبايب قلبي بصوا بقى كده هنخرطوا شويه بصل حلوين بقى للبشاميل، وهيبقوا احلى بشاميل ان شاء الله. بصوا كمية البصل دي ان شاء الله كده انا عاملة يعني صينيتين مكرونة ان شاء الله باذن الله، كبار وحلوين كده. ايوه حبيبة قلبي. بس سارة بتقول لكم ايه؟ ايوه حبيبي. عشان انتي بتحبي البشاميل بتاعتي يا سوسو، صح؟ اوف كورس. اكيد. بصوا بقى معاكم البصل كده. بصي حبيبي بقى تضربيه في الكبة، بس تخليط العصاج بالتخريط السكينة بيبقى بصراحة احسن بقى من المبشرة او كبة او حاجات كده. العربي مفيش احسن منها زي ما بيقول. فالحاجة اليدوي جميلة يعني ما يختلفش عليها اتنين اكيد، صح؟ بصوا بقى كده من خلط البصل ناعم وحلو كده. هنا تقريبا المية وما بتنزل مع السكينة مع كده بتحرر البصلة، عكس الكبة نفسها. يعني عارف هي التانية بتعمل مية، بس ما اعرفش هي التخريط ده ليه مزاج تاني خالص بصراحه. المهم يعني هنخرط شويه البصل اللي معانا كده حلوين، وهنبتدي بقى ايه حته سمنه صغيره وشويه زيت لو بتحبي، بس ما كترش الزيت قوي في البشاميل ولا السمنه. هتخانوا يا حبايبي. ايوه. لا كل حاجه في المعقول حلو ان شاء الله يعني. انا خايفه عليكم. اكيد طبعا، عشان الحاجات دي كلها بتعمل دهون. واللحمه بتنزل دهون طبعا، عشان اللحمه بتتجاب طبعا مفرومه جاهزه، عكس ما انت لو فرمتيها في البيت بتعرفي انت حاطه ايه. الشطاره دي؟ ايه يا حبيبه قلبي بتقولي ايه؟ بقول لك الشطاره دي. الشطاره دي طبعا. لا ما هو دي معلومه بقى، معلومه مطبخ دي بقى. اديله ايدج. اديله ايدج يا حبيبه قلبي. شوف سامعين ساره سهرانه؟ انت عارفه الساعه كام دلوقتي انا بسجل الفيديو ده؟ 9 الا ربع الصبح، يعني ما نمناش من امبارح. الابله ساره مقعداني كده وقافله عليا الاوضه، وتقول لي بصي يا تيتا بقى عايزك تسهري معايا، فما ينفعش اقول لها لا. مش عايزه تسجل لكم يا حبايبي. كسلانه بصراحه، عشان بقى ان شاء الله باذن الله كده بجهز لمطروح، وان شاء الله بقى وان شاء الله هنصور كل حاجه باذن الله مع بعض كده. ايه وصلوا لنا ايه رايكم بقى في الشواطئ اللي هنروحها باذن الله؟ باذن الله متقلقوش هناخدوكم. ولا ما احنا هناخدكم معانا جوله كده لايه المطروح والاسواق، وعند الزيتون. اسمها ايه يا ساره اللي هي الحته؟ سوق ليبيا بقى وشارع اسكندريه. لا شارع اسكندريه وسوق ليبيا، وما في حته للزيتون مخصوص. لا ما اعرفش اسامي اللي احنا بنروح. انا جاهله في اسامي الزيتون. هعرفها هناك واقول لهم باذن الله. دون توري برضه هنقول كل حاجه باذن الله حبيبه قلبي. اللي حابب يعرف تفاصيل يبعت لنا. طبعا. لا هي ان شاء الله هتبقى رحله سعيده باذن الله، ربنا كده يسعدنا جميعا، وان شاء الله باذن الله طالعين يوم الخميس ان شاء الله باذن الله كده. السياحه دلوقتي كمان كنا بنروح الصبح بدري، دلوقتي بيخلونا على الساعه 5 الظهر كده نركب الاتوبيسات والحاجه والباصات والحاجات دي كلها. مش عارفه ليه، بس لو عرفت قولوا لي بقى. ما اعرفش يعني، انا والله مش حابه بالليل. هو بالليل في الطراوه وكل حاجه، بس الواحد برضو قلقان يعني، بيخاف على رأي ما بيقولوا يعني. ربنا يا رب ينجي كده ايه، ربنا يحفظنا جميعا ويحفظنا جميعا كده من كل شيء وحش باذن الله. فباذن الله يعني. بص حبايبي انا كده ايه تبلت البصله كده شويه كده بشويه نار هادين، يعني ما تحمرهاش قوي، وتحطي بقى اللحمه والكلام ده. الواحد مش ناقص ايه حرقان وايه وحاجات كده معصجه جامد يعني. وحماوي. طبعا.
عشان في ناس كبيرة بتاكل وكده، يعني البصلة تاخد كده تشوح حاجات بسيطة كده، وملح وفلفل اسود صغيرين، وبعدين انزلي بقى بلحمتك. ويا ريت اول ما تحطي اللحمة ما تقلبهاش على طول، بس سيبيها شوية في سبيل اللي هي ايه يعني هو بص يعني سبتها كده شوية كده بس، وايه وابتدي بقى ايه اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، ليه يكون هي ايه اتشمعت كده، والعصارة بتاعتها ما تنزلش على طول يعني، وتعمل مية وكده، تبتدي تخلي اللحمة من جوه طرية كده وحلوة بإذن الله. بس العصاك كلنا بنعمله طبعا ومعروف بإذن الله. ان شاء الله احنا نازلين اسكندرية، نازلين مطروح بإذن الله، احنا من اسكندرية اصلا ونازلين مطروح بإذن الله. احنا كل سنة ان شاء الله بإذن الله بننزلوا كده، ودعونا ان شاء الله تبقى سنة كويسة وكده. انا السنة اللي فاتت وضبت كل شيء وما رحتش، بعتهم هم يعني ما تأخروش وهم راحوا، وانا كان الحاج عندي تعبان، فبصراحة قلت لهم لا، ضحيت بقى بالراحة والفسحة الجميلة معاهم، وقعدت طبعا بالحج وكده. بس بصراحة والله ما كنت قادرة عليه خالص والله، والحمد لله ربنا قدر شوية عبال برضو ما ياخدوا رحلتهم ويجوا. هنعملوا ايه، لازم نيجوا على نفسنا شوية عشان خاطر البنات برضو اللي هي لسه طالعة وكده بتبقى نفسها تتفسح يعني. احنا هو اتفسحنا من الدنيا الحمد لله. صح يا سوسو؟ صح يا تيتا. كانت بقى الفسحة حلوة بيا بقى ولا من غيري ولا ايه؟ ما كانت اكيد وحشه من عيلك يا تيتا. يا شيخ يا توتو، بصي بتقولي يا توتو كانت وحشة من غيرك. دول كل ما ينزلوا ما يفتكروني، مش فاهمة ليه. والله بجد اقسم بالله كنا نفتكرك على طول، معرفش انتي ليكي عادات وتقاليد جوه الميه محدش عملها غيرك يعني. اني اتنفس تحت الماء، اني اغرق اني اغرق. لا وانتي ما سمحتهاش بقى. محدش عملها. اه فكان في حاجه ناقصه في الكبار. لا بديهم الجو اللي هو بتاع الصيف لا زمان. يعني بيحسوا كده اللي انا ايه يعني بنزل لسنهم زي ما بيقولوا. بص حبايبي انا سلقت المكرونه اهي، طبعا سلقتها عادي زي اي سليق، بس ما تسويهاش قوي طبعا عشان هي بتاخد ساعه في الفرن المكرونه قبل ما بتحمر، فخلاص بتستوي. لا بتبقى ماسكه نفسها كده اما انتي بتسيبيها مع في قلب الفرن ياخد وضعها مع التحمير وكده. بصوا نزلت بالسمنه بقى البلدي الحلوه كده على شويه زيت اهم، بس واحنا نازلين بقى بايه ان شاء الله كده بالدقيق. بص عشان انا عامله صينيتين كتر من الدقيق شويه، بس بالنسبه لنا بنحب البشاميل كتير فيها بصراحه، مخليهاش ناشفه يعني. لا احنا كان عندنا اكل وبعدين فكرنا في البشاميل عشان خاطر ايه يعني، كان في بواقي فراخ بصراحه كتير. كان عندي عزومه قبلها بيوم، معرفش صورتها ولا لا، متهيألي مصورتش. وقلت لهم خلاص جنب صينيه الفراخ اللي باقيه دي هعمل لكم ايه صينيه بشاميل، فعملنا صينيتين بقى، فكلنا فيهم بصراحه خدوا وقتهم يعني. بصوا حبايبي كده نزلنا ايه بالايدام بتاع البشاميل على قد الدقيق اللي انت حاطاه، وتقلبي كده عشان بس ما يبص منك من تحت ويلسع وكده ويبقى لونه غامق. وانزل بقى بايه باللبن. بص اللبن حتى هيفك معايا بسرعه ازاي بقى، ليه؟ عشان اللبن متلج. لو اللبن مغلي والبشاميل طبعا سخن بيكلكع مع الواحد. لو انت الاتنين معاكي سخنين في نفس الوقت اركني البشاميل 3 دقايق كده هيبرد سنه، وانزلي بالحليب بتاعك، هتبصي تلاقيه مكلكعش معاكي خالص 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 اهو. بصوا حتى يعني مكلكعش، وبصوا خفيف ازاي يعني، بس هيتقل بعد كده. عندك بقى حابه تحطي ميه حطي، حابه تكتري لبن حطي. انا حطيت بصراحه زي كيلو ونص لبن، وخدت كوبايتين ميه معايا عشان ما كانش عندي شوربه، بس يبقى اخف برضه يعني. اهو بصوا كل دوت بقى كده ايه، اول ما يبتدي بقى يديكي الفرقعات ديت اللي هي البقبقه بتاعت البشاميل تطفي على طول، غير كده عشان بس ايه يستوي يعني، برضه للبنات الجديده اللي هي لسه وكده. وبصوا حبايبي انا مش حابه احط له بيض عشان عندنا اللوجين دايما برد يعني، بنخافوا عليها تبرد وكده، فبنحطه ايه بقى وش اللبن بيبقى جميل على الوش.
بتحطي حته في قلب البشاميل وحته بقى فوق الوش، وبيبقى بقى ايه، فله الفله زي ما بيقولوا. بصي بتقلبي كده اهو. ايه سرحتوا ليه؟ وانا اللي سرحت؟ شكل انا اللي سرحت عنكم. لا يا حبايبي ان شاء الله كده ما اهو. بس زودت شويه كده اهو عشان ما يتقلش مني بس. بصوا حبايبي ايه رايكم في الطعام اللي انا عملته كده؟ ان شاء الله هكرره تاني قريب، بس اجي من مطروح باذن الله. وهنعمل كده ايه على حسب الفلوس ما تبقى موجوده، يعني هنعمل وجبه كويسه باذن الله على حسب ما ربنا يرد بيها. وهنفرقها برضو كده للناس اللي هي برضو اللي هي مش لاقيه بقى، واللي غلبانه والطيبه يعني والعمال والحاجات دي كلها اللي احنا حوالينا يعني. بصي اول حاجه حولي يعني ابتدي فرقي حوالين بيتك، الناس اولى حوالين الحته اللي انت فيها. وبعدين لما الحاجه تزيد معاك وتبقى كتيره ممكن توسعي في حته تانية جنبها او ابعد شويه. بس اهم حاجه تدي زي ما بيقولوا الجار، يعني مش الجار قوي، يعني اللي قريبين من منطقتك بيبقوا هم برضو افيد من اي حد. ده انا سمعتها دي، فمش عارفه معلومه صح ولا لا. يعني اولى برضو من البعد شويه. بس طبعا دي اللقمه بتنادي اكلها زي ما بيقولوا يعني. ما انا جاتني ناس من بعيد والله وقالت لي احنا مش من هنا وكده، وممكن تدينا حاجه من اللي في ايدك. قلت لهم اتفضلوا، يعني المطلوب ده وده برضو يعني. بس انا بقول يعني احنا ايه، طالما عملنا وجبات كتير اهو بندي. وبرضو لو وجبات صغيره والناس طلبت ادي، لا ما تستخسريش يعني الحاجه دي. وبعدين من طالع لله لله يعني. ف فاحنا بنبقى كذا نفر بنشتركوا مع بعضينا وكده وبنعمله. لو اتبقت فلوس، يعني انا متبقي مني فلوس، بيبقى الناس برضو واخده الثواب التاني برضو، يعني فاهمين ازاي؟ اللي هو الثواب اللي هو ايه، ما هي حاطه من قبل كده يعني. فالباقي دوت حتى لو فاض ايه، يعني لو فاض جنيه يبقى برضو حاطه فيه، فليها الثواب التاني باذن الله يعني. وبرضو لو جينا لمينا وفي معايا فلوس وعملنا واتبقى تاني، برضو هيبقى كله فيه حاطط. مش الثواب ثواب يعني، الحمد لله. وربنا اللي قال كده، ربنا يكرم الناس كلها وكده. وان شاء الله برضه هتبقى احلى وجبات باذن الله. والله من 4 ايام كده او حاجه، 4 ايام. بصينا لقينا واحد ماشي بعيل صغير، لقاه في شارع وين جت جنبنا، يعني بينه وبينه ما فيش محطه، اقل من محطه، وجاي يجري على المستشفى اللي حوالينا دي. انا بعديه بيتين في مستشفى، وطلع يجري وبيسأل هل هو دلوقتي في ناس تحت يعني الاستقبال والكلام ده كله. فواحدة قالت له لا، اما بيبقوا الصبح وكده. قال لا لا، انا عايزة اسلم طفل. بقت يا عيني عندي الناس في الشارع اللي عايز ياخده واللي عايز. طبعا الراجل ما رضاش ابدا. واحد طلع له فلوس وقال له هاته على سم يعني ما يتمرمطش وكده. وفي واحدة يعني ما خلفتش تاخده وكده. قال له لا، انا لازم برضو اسلمه. فجارنا دوت يعني خاف، عشان هو يعني بيلم كراتين وحاجات كده. فقال لك لا، بدل ما هو ايه بيقول لنا كده ويمشي بيه وكده، راح متصل بالشرطه. جت يا عيني حبيب قلبي، طلعت بنوته جميله جميله يا عيني. ربنا يتولاها بمعرفته يا رب كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.